يا أحلى جمهور مغربي وافي، شوفوا معايا مزيان في العلامة الشاشة اللي قدامكم. هذا هو الترتيب الجديد اللي حتى واحد ما كان كيجرأ يحلم به من غير كبار أوروبا وأمريكا الجنوبية. المغرب الخامس عالميا عباد الله ب 1770 نقطة كيف كتشوفوا في التصويرة. فتنا البرازيل، هولندا والبرتغال. هذه هي القمة ديال المجد الكروي اللي وصلوا ليه الأسود. شوفوا معايا مزيان القوة ديال هذا المركز فين وصلت. راه حنا دابا فايتين هولندا والبرتغال بفرق ديال اكثر من 10 نقاط كاملة. هما عندهم 1759 وحنا تبارك الله وصلنا ل 1770. هذا الفرق الكبير هو اللي خلانا في منطقة الأمان وبعاد على الصداع. ولكن ركزوا معايا مزيان حيت هاد الشيء اللي جاي دابا في هاد التصويرة كتر إثارة وكتر حماس. وأي تعثر اليوم أمام باراغواي يقدر يقلب علينا الطبلة حسابيا. إلا خسر المغرب أمام هذا الفريق اللي الترتيب ديالو ناقص علينا بزاف، راه الفيفا غادي تنقص لينا تقريبا 7.5 النقاط كاملة من داك الرصيد ديال 1770 اللي كتشوفوا قدامكم. وهنا كاين الفيلم، الرصيد الجديد ديالنا غادي يولي هو 1762.08. واش غادي نبقاو في المركز الخامس؟ إيه غادي نبقاو فيه، ولكن داك الفرق التاريخي ديال 10 النقاط اللي كان بيننا وبين البرتغال وهولندا غادي يدوب، وغادي يولي الفرق قل من 3 النقاط فقط. يعني الأسود اليوم كيلعبوا باش يحميوا هذا الإنجاز التاريخي وباش يبقاو في التوب 5 بعاد على الملاحقين. قولوا لنا في التعليقات واش كيبان لكم الأسود قادرين يحافظوا على هذا المركز، وما تنساوش تشتركوا في زاموري سبورت باش يوصلكم التحديث الرسمي والجديد ديال المنتخب. ديما مغرب.